مساء الخير كل متابعيني على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التيك توك حصرا. اني وعدتكم انه راح انزل فيديو كلش مهم، شلون نحمي نفسنا من الطاقه السلبيه ومن الناس السلبيين المحيطين بينا، وشلون نحمي المكان اللي احنا عايشين بيه. خلوكم تتابعوا الفيديو للاخير، راح تشوفون الطرق السهله والبسيطه واللي اي واحد بينا يقدر يسويها ببيته ويا نفسه، حتى نحمي نفسنا من الطاقة السلبية، وخص الناس السلبيين اللي يمتصون كل طاقتنا وكل حيويتنا، اللي يكونون عايشين ويانا. اكو نوعين، اكو ناس احنا مجبرين انهم نبقى وياهم عايشين، واكو ناس لا، احنا نقدر نتخلى عنهم بكل سهولة. اليكم الطرق اللي تحميك وتحمي نفسك وعائلتك، وخص جسدك، لان جسدك امانه عندك، فلازم تحميه من الطاقه السلبيه والناس السلبيين. اولا، ايش قد ما بيكم اكلوا تمر، التمر يخلي هاله زرقاء، شلون هذا اللون لابسته اني على الجسم. طبعا هنا شغلنا كله على الشاكرات وعلى هاله الجسم. يحمي الجسم، يكون هاله على الجسم، يحميها من الطاقه السلبيه اللي تجيها من اشخاص او اشياء. ثانيا، ايش قد ما بيكم اشربوا مي، ينقي الجسم بشكل مو طبيعي. شوفوا، مو قلت لكم شغلات سهله وكلش نقدر نسويها. ثالثا، ايش قد ما بيكم شغلوا بخور، البخور يحمي الجسم ويحمي المكان اللي عايشين به من الطاقه السلبيه. رابعا، وهذا الشيء كلش مهم، تشغلون شموع لون ابيض، حصريا ابيض. اذا عندكم شموع لون ابيض حاولوا تشغلون بين فتره وفتره او بين يوم ويوم بالبيت، كلش تحميكم وتحمي جسمكم وتطرد الطاقه السلبيه من الاماكن اللي عايشين بيها، وتطرد وتحافظ على جسمكم من دخول الطاقه السلبيه لها. ايش قد ما بيكم ابتعدوا عن الناس السلبيين المحبطين المحيطين بيكم. اكو ناس قلت لكم نقدر نستغنى عنهم، ايش قد ما بيكم استغنوا عنهم. والناس اذا كنتم مجبرين وعايشين وياكم تحت سقف واحد تقعدون، راح انزل صور نهايه الفيديو. هاي القعده الصحيحه، اذا شخص قاعد يمك وبقى يحكي ويشكى هواي، تخلي رجل على رجل، زين، تقعد هاي القعده رجل على رجل، وتحطون هيش تحمون جسمكم وهالتكم حتى لا تدخل لها الطاقه السلبيه من هذا الشخص والشكوى. واكو طريقه ثانيه، اذا كنتوا قاعدين وتسولفون، اكو طريقه ثانيه قلت لكم راح انزل لكم صورتين نهايه الفيديو. الطريقه الصحيحه اذا كانت ناس تقعد يمكم وتحكي لكم حكي مو زين تشكى هوايه، ايش قد ما بيكم سووا تامل، ايش قد ما عندكم وقت فراغ سووا تامل. وايضا اسمعوا صوت المياه، صوت المطر، صوت العصافير، كل شيء ينقيكم وينظفكم وينظف هالتكم وينظف الانسان مالتكم من الطاقه السلبيه. ايش قد ما بيكم الناس المحبطه اللي تنطي شكوى هواي واللي تبث عليكم سمها، حاولوا تبتعدون عنهم. هاي اجسادنا وارواحنا امانه عندنا، لازم نحافظ عليها من الناس السلبيه وتكون نقيه من الداخل، وتبقى دوم صحتك هي حياتك.